شاب صفاها الأم ديالو طيبها وكلاها والسبب لا يصدق. تخيلوا معايا خوتي هاد الابن غيتحول نوحش ضد الأم ديالو والقضية غتصدم الجميع. خوتي العزاز، مرحبا بكم في قناتكم قصص البقالية، القناة اللي كتجيب لكم قصص واقعية من كل بقاع العالم. إذا عجبكم هذا المحتوى ما تنساوش اخوتي تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. القضية وقعت سنة 2019 ملي ألبرتو سانشيز اللي في عمره 28 سنة واللي مبلي وديما مبوق عيدخل في خلاف مع الأم ديالو اللي في عمرها 60 عام. ولكن للأسف النزاع أخوتي تحول لجريمة بشعة، بحيث أخوتي خنقها حتى صفاها لا، وعاد موقفش هنا وإنما قطع الجثة طراف ودوز 2 سيمانات كيطيب وياكم من الأجزاء ديالها، وحتى الكلب ديالو عطاه ياكل معاه. الجيران ملي شافوا الغياب ديالها اتصلوا بالشرطة، والشرطة دغيا لبت النداء ديالهم، وغير وصلوا نصدموا من الحالة اللي كانت فيها. جبروه مقرضها تقراض والدار كاملة عامرة بالأشلاء ديالها. والمصيبة أن المحكمة خوتي حكمت عليه غير ب15 عام ديال الحبس، وزادوا له 5 شهور بسبب تدنيس الجثة، حيت اخوتي قالك هو كان كيسمع الصوت كيقول له يعمل هيداك وباللي ما كانش في وعيه. التبويقة والعنف كيقدروا يجروا الانسان من ظلام ما عندوش يرجع، والتحكم في النفس هو اللي كينقذ حياتك وحياة اللي حداك.